السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نشارك معكم فيه شحال تقدروا تخسروا الا جيتوا للصيف بالدورميتري، الميديكال تشيك، الفيزا، شحال تقدروا تخسروا في الاكل في الشهر، وسائل النقل، اي حاجه غادي نشارك معكم في هذا الفيديو هذا بالديتايل. الا كنتي مهتم انك تجي تقرا في الصيد راه خصك ضروري تعرف هاد المعلومات هادو. اولا فاش يلاه كتجي كتوصل للصيد كتقول لك الجامعه انك دير ميديكال تشيك. هاد الميديكال تشيك هي واحد كدير شي تحاليل، المهم كتمشي عند الطبيب كيدوز لك كلشي، كتخلص عليها واحد 500 كواي على حساب. الا كان عندك مثلا ميديكال تشيك في المغرب كنتي جبتيه معاك ولا شي حاجه كتخلص باقي 400 كواي. ولكن انا فاش كنت يلاه جيت ما كانتش عندي ديك الورقه اللي ما دوزتش عند الطبيب في المغرب، صافي خلصت 500 كواي. الحاجه الثانيه الفيزا كيدوزو مثلا كدوز واحد 5 ايام هكاك 6 ايام كتوجد لك، كتمشي للانترناشونال اوفيس، والانترناشونال اوفيس كيوجدوا لك الوراق ديالك فهمتي باش تديهم البي اس بي. من بعد ما كتديهم البي اس بي كتدفع الباسبور ديالك، كتعطيهم الباسبور ديالك، صافي كيقول لك رجع واحد الوقت محدد كترجع عندهم وكتاخذ الباسبور ديالك. فاش ديك الوقيته فاش كترجع تاخذ الباسبور ديالك كتخلص واحد 400 كواي. صراحه ما عرفتش، المهم تقدروا تشوفوا مثلا فاش كنقول 400 كواي ولا 500 كواي شحال خسرت مثلا في هاد الحوايج الاوليه زعما اللي غتخسروا في الاول. تقدر تدخل نتايا تشوف 400 كواي شحال هي بالدرهم وتجمع كلشي في الاخر تشوف شحال غادي تخسر في الاول. صافي من بعد كتدخل الجامعه. قبل الجامعه في الاول نرجعوا للنور شويه كتخلص لاسيرونس حتى هي دايره 800 كواي، 800 ايريمبي كتخلصها في السيت. الجامعه كتصيفط لك واحد الكيار كود. المهم كما قلت لكم الجامعه كتصيفط لكم واحد الكيار كود، كتسكاني داك الكيار كود صافي كتخلص يا اما بويشات ولا بعلي باي. من بعد كتخلص الكتوبه حتى هما دايرين 700 كواي. الكتوبه ما عرفت واش كيكون طيلات 4 سنين ولا لا. المهم كتخلص على الكتوبه. خلصنا داكشي اللي عقلت خلصت هذا العام هذا، خلصت 700 كواي على الكتوبه. السلام عليكم. المهم من بعد دوك الفيديوهات اللي كنت درت لكم في الكلاس مشيت حسنت ورجعت للدار. غادي نشارك معكم البلاصه اللي ساكن فيها وشحال كريت فيها. من بعد دوك المشاكل اللي كانوا وقعوا لي في الدور غادي نوريكم شحال هما الاثمنه اللي تقدروا تكريو بها في برا. وغادي نشارك معكم اولا بعدا بشحال حسنت. المهم الحسنه في الصيد تقدر عليك 30 كواي حتى 40 كواي، يعني على حساب الحسنه اللي غدير نتايا. ومن الاغلبيه كيحسن ب 32 كواي، انا كنحسن ب 31 كواي. شي مناظر اخوتي هنايا في الصين، شي مناظر العالميه اقسم بالله. هنايا الطبيعه شي مناظر، واحد المناظر بزاف اقسم بالله، مناظر خلابه. غنوريكم غير واحد المنظر هنايا حدايا وقولوا لي شنو هو الراي ديالكم. كلشي خضر، سبحان الله العظيم كلشي خضر. المهم فين خليناها في الدورميتري. بالنسبه للدورميتري كاين الاختلافات بين الجامعات، يعني كتلقى شي جامعه الدورم ديالها مزيان وكتلقى بعض الجامعات الدورم ديالهم ماشي مزيان، يعني على حساب الجامعه اللي غتقرا انت فيها. غتمشي لواحد الجامعه خصك تعرف عليها المعلومات، خصك تعرف مثلا تقبلتي في واحد الجامعه خصك تسول الطلبه اللي كيقراو في ديك الجامعه، تسولهم على الدورم واش مزيان، تسولهم كيفاش الا كان ممكن يصوروا لك يصيفطوا لك شي فيديوهات غيكون احسن. غادي يكونوا عندك معلومات بزاف على البلاصه اللي نتايا باغي تمشي ليها. حاجه ثانيه، مشيتي للدورم لقيتي الدورم بانه ما عجبكش ولا ان الدورم ما مزيانش، يمكن لك انك تشوف الجامعه اللي غتخليك انك تمشي تخرج تكري على برا. الا خلاتك تكري على برا راه مزيان، حيت كاين بعض الجامعات اخوتي اللي ما كيخليوكش انك تكري على برا. يعني خصنا نتفاهموا على واحد القضيه اللي هي انه الا ما خلاتكش الجامعه تكري على برا بلا ما تعاند معاها، بلا ما تبغي دير فيها زعما واعر وتمشي تكري على برا، حيت علاش غادي دير لك، غادي يوقعوا لك مشاكل. وكان يوقع لي العام الفايت الجامعه اللي كنقرا فيها ما كتخليش الطلبه ديالها انهم يكريو على برا. علاش؟ حيت كيديروا المشاكل على برا، المهم كيكونوا مشاكل.
اش درت انايا؟ كانت واحد العطله وانا نمشي نكري على برا بلا اخبارهم. فاش مشيت نكري على برا بلا اخبارهم، فاش كتبغي نتايا تكري راه ضروري انك كتعطي المعلومات ديالك للبوليس ستيشن، كتعطي المعلومات ديالك للبوليس ستيشن باش يوافقوا لك. والبوليس ستيشن فاش كتمشي عندهم تعطيهم المعلومات ديال السكن ديالك فين غتسكن وكذا، راه هما كيتواصلوا مع الجامعه. تما صونا عليا السوبرفايزر ديالي، قال لي واش خرجتي تكري على برا؟ قلت ليه. قال لي علاش؟ قال لي راه ممنوع تكري على برا، وقال لي غادي تمشي دابا وغادي تحبس هذا الشيء هذا، ولا غادي نعطيوك وورنين. يعني وورنين يعني الا خديتي وورنين تقدر توصل الى جاب الله. زعما ما بغيتيش انك دير داكشي اللي كيقولوا لك، يقدروا انهم يرجعوك للمغرب. لذلك غادي تسول الجامعه خلاتك تكري تبارك الله، ما خلاتكش بلا ما تعاند مع الجامعه ديالك، وغادي تمشي غادي تشوف شي بلاصه مزيانه وتنقي بلاصتك وتصبر تدوز واحد عامين ولا 3 سنين وسول الجامعه. حيت غالبا الجامعات اللي ما كيخليوكش انك تكري في البدايه، من بعد واحد عامين ولا 3 سنين كيخليوك انك تمشي تكري. خصك تكون مزيان مع الانترناشونال اوفيس، خصك تعرف كيفاش تعامل معاهم وما تعاندش معاهم وما تبينش القباحه ديالهم، حيت ديك القباحه ديالك غادي تخرج عليك الا جيتي لهنا باغي تطبق ديك القباحه اللي كدير في المغرب ما خداماش هنا في الشينوا. الحاجه الثانيه، الجامعه الا كانت خلاتك انك تمشي تخرج تكري على برا، غادي تقلب نتايا باغي غادي تقلب على شي بلاصه اللي قريبه للجامعه اللي كتقرا فيها. حيت الا جاب الله مشيتي سكنتي في واحد البلاصه بعيده على الجامعه اللي كتقرا فيها، واخا تكون رخيصه غادي تغيب لي كلاس. يعني الا كنتي كتغيب ثاني مشكل اخر، يعني الا ما كنتيش كتحضر لي كلاس ديالك وكتغيب راه غادي يوقعوا لك مشاكل مع الجامعه. حيت هنايا الغياب واحد الحاجه اللي ضروريه واللي ستريكت فيها، فهمتي؟ ما كيتعاتقوش فيها. الا جاب الله تغيبتي سيمانه بدون مبرر راه الجامعه كتاخذ معاك واحد الاجراءات. بالنسبه للكرا على برا، الكرا على برا نتايا على حسب باغي تكري مع شناهو. مثلا باغي تكري ب 700 كواي 800 كواي حتى 900 كواي، كتكون الروم ديالك بوحدك وكتكون تواليت والدوش مشترك وكوزينه مشتركه. الا بغيتي دير بحالي انايا خرجت على برا ما مشروكش، زعما ما طواليت وكوزينه ما مشروكاش مع حتى واحد، غادي توصل عليك من 1100 حتى 1300 ولا 1400. وي بالنسبه للاكل في الصين غادي نشارك معكم الاثمنه هنايا في الشيب ماركت. خصكم تقلبوا على بعض السوبر مارشي اللي كيبيعوا مثلا الخضره والفواكه والرز البيض، اي حاجه بثمن رخيص. هذه ب 12 كواي فيها 15 بيضه. البيض داير 3.58. بالنسبه للفواكه هنايا في الصين كيتباعوا بواحد الطريقه اللي جميله ولذيذه بزاف. بعض المرات كتلقى كيخلطوا لك بزاف ديال الانواع ديال الفواكه. بالنسبه للمطيشه بالنسبه للطوست، كانوا هادو بعض الأثمنة ديال بعض المواد اللي غادي تحتاجوها ضروري في الصين، بحال مثلا جافيل والتيد وبزاف ديال الحوايج. المهم ما تنساوش اي ثمن، شوفوا شحال غادي تقام عليكم الدرهم. وبالنسبه اللي غيسولني على الدجاج واللحم راه غادي تاخذهم حدا المسجد بثمن رخيص. وهذا ما كان، ما تنساوش واحد لايك هذا الفيديو هذا، وخليوا لي في التعاليق شنو هما الفيديوهات اللي تبغيو تشوفوا في المستقبل. والسلام عليكم، طلعوا لي في راسكم ومرحبا بكم في الصين.